ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده عن ملاحظات مهمه ناخد بالنا منها قبل ما نشتري حاجات النونو. ايه اللي انا اخد بالي منه وانا بشتري حاجات النونو؟ اهم حاجه الخامه ثم الخامه ثم الخامه. النونو لازم يلبس قطن صافي، ما ينفعش لا فرو ولا صوف ولا ستان. النونو ما بيستحملش على جلده مباشره غير القطن الصافي، وفوقيه ممكن البس حاجات تانية مختلفه. طيب الصح ان انا اجيب كام قطعه غاليين ولا اجيب كميه كبيره بس رخيصه؟ طيب النونو بيحتاج يغير عدد مرات كتيره في اليوم، فبحتاج كميه لبس اكتر. مش بيفرق معايا خالص انه ماركه مش ماركه برقم وقدره، بيفرق مع الطفل بس ان انا بغير له كتير، فانا هحتاج كميه كويسه. فالصح من وجهه نظري ان احنا نجيب حاجات سعرها مناسب عشان اقدر ان انا اجيب كميه كويسه منه. برضه مهم ان انا ما اجيبش كميه لبس كبيره نيو بورن، لكن ده مش معناه ان انا اجيب لبس كبير على النونو بشكل مبالغ فيه، يعني اجيب له مقاس سنه مقاس سنه ونص على اساس ان هو يقعد معايا اطول فتره ممكنه. بس الفكره انه النيو بورن لما بيكون لسه مولود وبيبقى لابس اللبس كبير عليه بيبقى شكله مش الطف حاجه، فنجيب الحاجه معقوله. مش حابه تجيبي لبس نيو بورن يبقى من 3 ل 6، يبقى فرق بسيط. اغلبنا لما بنيجي ننزل ونشتري ونشوف المحلات ونشوف الاسعار بنتشتت، ما بنكونش عارفين المفروض نجيب ايه ونجيب كميه قد ايه. اسعار بتخلينا مش عارفين نحدد، فانا الاول بلف لفه باخد فكره عن الاسعار بصوره عامه، بتابع كمان الحاجات اونلاين. الاسعار اونلاين انا بالنسبه لي بتكون افضل طالما انا ضامنه المكان والخامه والشخص اللي انا بجيب منه. المحلات بيكون عندها ايجارات، بيكون عندها عماله، فبيزودوا السعر غصب عنهم، لكن الاونلاين انا بحس انه الاسعار حنينه فيه شويه. فمهم ان انا احط ليميت بناء على المعلومات اللي انا جمعتها دي. فمثلا مش هعدي في السلوبيت الواحد 200 جنيه، بضرب مثال يعني. اذا يبقى اي حاجه انا هعدي اشوفها فرق سعر بسيط اوكي، لقيت مثلا ال 200 دي سلوبيتا ب 400، لا انا بالنسبه لي كده فرق جامد فمش هجيبها. انا بضرب مثال بالاسعار، معرفش الاسعار وصلت فين لحد دلوقتي. انا بس بحاول ان انا اوصلك الفكره. بلاش الكرانيش والترتر والحاجات دي للبنات، بلاش الجينزات. اول فتره من الحاجات دي ما بتكونش مريحه ولا صيف ولا شتاء، فدايما نحاول نختار الحاجات اللي شكلها لطيف وفي نفس الوقت خامتها كويسه، خامتها مريحه للبيبي، ما يحسش ان هو متضايق او متكتف او زراير وسوسته وحاجات زي كده. لو انا هولد في الشتاء احط في بالي ان النونو بيحس زيه مفيش اي فرق، مش علشان هو صغنن فبيبقى بردان اكتر مني. لو برد قارس يعني بزود قطعه زياده عن اللي انا لابساه للنونو. دي القاعده الثابته اللي انا بمشي بيها، لانه المحافظات بتختلف، درجه حراره البيت بتختلف، من اوضه لاوضه بتختلف، بره البيت بتختلف، الشهور نفسها كمان بتكون مختلفه، شهر 10 غير شهر 12 غير شهر 2. فالفيصل في الموضوع ده انا لابسه كام قطعه هلبس البيبي زيه. ولو انا حسيت انه الجو برد قوي عليه انا مستحمله يا دوبك مثلا هزود قطعه واحده بس، وقطعه بسيطه مش قطعه نفخ يعني. ده في الشتاء بس، في الصيف طبعا ما بنمشيش بالقاعده دي. انا كده كده في جميع الاحوال لما بخرج من البيت لحد سن السنتين او ممكن بعد السنتين لازم باخد معايا البطانيه في الشتاء. فحتى لو انا ملبسه سلوبيتا عاديه جدا، مش فرو مش تقيله مش اي حاجه زي كده، اما بيبقى لابس الجاكيت بتاعه يا اما انا واخده معايا البطانيه، فما اقلقش خالص. مش كل ما كانت الحاجه منفوخه اكتر كل ما تدفي اكتر، مش قاعده. لازم نكون عارفين في الصيف او في الشتاء هنكون ملبسين البيبي كام قطعه عشان اعرف احدد هجيب عدد قد ايه. طيب انا في الشتاء في العادي طول ما انا في البيت انا بلبس القطعه القط وقطعه ثانيه كم، وفوقيه السلوبيتا بتاعه البيت كده كده بتكون تقيله شتوي، فالدنيا تمام. انا مش محتاجه اكتر من كده. لو حسيت انه برد وانا بطلعه من الاوضه للصاله مثلا فهلفه بالبطانيه بتاعته، خلاص انا مش محتاجه اكتر من كده. البيبي طالما ايده متدفيه نوزه مش سقعانه انا مش محتاجه اكتر من كده، يبقى البيبي متدفي والدنيا تمام. طيب لو انا خارجه بره البيت فيا اما بزود قطعه يا اما كده كده بيكون اللبس الخارجي اتقل من البيجامات الشتوي، فخلاص دي بدل دي اللي هي القطعه الخارجيه بتبقى هبدل البيتي بالخروج وخلاص على كده. لو حسيت انه الخروج دي خفيفه برده او زيها زي البيجامه ممكن ازود قطعه واحده كم تحتيها تمام. فكره اني البس 5 و6 و7 قطع و3 بنطلونات والاعداد الرهيبه دي غلط جدا 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 على النونو. اولا مش هي عدد الطبقات دي كلها اللي هتدفيه، دي هتكتمه، درجه حرارته بتكون خلاص اتعودت على الجو ده، فلما تيجي تحميه بعد كده يبرد فتفتكر ان هو برد عشان يستحمى، لكن هو برد بسبب انه من 7 قطع اللي ما فيش ولا قطعه، ما اكيد مش هتحمي بيه هدومه، فدي طبعا مشكله. فالصح ان انا ما افضلش معوده جسم الطفل على عدد طبقات كتيره لدرجه ان انا لما اخلعه طبقه يبرد فاقول ده بسبب ان انا خلعته طبقه. لا، اعود الطفل من البدايه على الطبقات القليله، وشويه بشويه لو حسيت انه بردان ازود قطع، يعني اعمل العكس، مش البس قطع كتير ولو حسيت انه حران اخلع قطع، لا. الصح ان انا بلبس على قد ما النونو بس يكون متدفي وخلاص على كده. طيب النونو في الصيف بيلبس ايه؟ اول يوم بس اللي هو يوم الولاده بيكون لابس كم علشان لسه خارج من بطن مامته، ما بيكونش عارف ينظم درجه حراره جسمه. ده اول يوم بس. من تاني يوم انت بتلبسي صيفي عادي جدا. الصيفي اللي هو ايه؟ طول الصيف الطفل ما بيلبسش كم، بيلبس الفانلة بتاعته او السلوبيت الداخلي وفوقيه السلوبيت البيتي او السلوبيت الخروجي، حاجه منهم حسب انا في البيت ولا خارجه، وبس كده. مش بيلبس اكتر من كده طول الصيف. مفيش حاجه اسمها اصل انا راجعه بالليل فممكن يبرد. انا برده في الصيف طول ما انا خارجه واخده معايا الكوفرتا. ليه؟ لانه لو نام في اي وقت سواء الصبح او بالليل، لو انا خارجه في شمس
او غير شمس، فجسمه طبيعي بيبرد شويه فبغطيه بالكوفرته، لكن مش بلبسه كم لعل وعسى لما ينام، لان كده بيفضل الطفل يعرق ويجي له حمونيل ويجي له حساسيه ونفسه كده ما يكونش عارف يتنفس، فده كله طبعا غلط مش مظبوط. انا بلبس عدد القطع زي ما انا لابسه بالظبط، انا لابسه نص كم هلبس البيبي نص كم. ومهم جدا في الصيف ان انا اركز في الخامه انها تكون قطن صوفي. في الشتاء يمكن في فرو وفي حاجات اتقل مفيش مشكله، لكن في الصيفي البيت سواء لبس الخروج كل ده لازم بيكون قطن صافي مريح طري ما بيعرقش ما بيحررش. انا شخصيا بفضل ان اجيب لبس النونو على قده او اكبر حاجه بسيطه. ليه؟ هنفترض ان انا ولدت في الشتاء وليكن مثلا شهر واحد، فقدامي 3 شهور، يعني النون هيقعد 3 شهور في الشتاء وبعد كده هدخل في الصيف، فانا بدل ما اجيب لبس نيو بورن من 0 ل 3 جبته مثلا مقاس 6 شهور، فجبته طبعا مبهوأ عليها فعدتني مثلا الكم والرجلين، وجيت بعد كده دخلنا في الصيف فاللبس الشتوي دوت ركن، جيت البسه الشتاء اللي بعدها لقيت مقاس 6 شهور ده مقاس صغير فما اتلبسش. يبقى اللبس يا اما بيتلبس كبير جدا يا اما بيتلبس صغير جدا، فاراعي كويس وانا بشتري ان انا اجيب الحاجه يا اما قده يا اما اكبر حاجه بسيطه. انا لو مش حابه اجيب لبس نيو بورن بدل ما اجيب من 0 ل 3 هجيب من 3 ل 6 مفيش مشكله، لكن ما اجيبش اكبر من كده ويبقى مبهوأ عليه. ولازم اكون عارفه اساسا من الحمل وزن البيبي بيكون كام، فبيكون عندي فكره النونو هيتولد وزنه قد ايه، يعني عشان حرام ان هم يبقوا متكلفتين ونايمين كده وسط اللبس مش عارفين ان هم يتحركوا ويبقى اللبس مضايقهم ومش عارفين يعبروا فيعيطوا فنفتكرهم ان هم جعانين او مغصين اي حاجه زي كده. فنحاول ان احنا نريح النونو على قد ما نقدر في نقطه اللبس دي. طيب بالنسبه لمستلزمات البيبي انا شخصيا بفضل ان هي تتجاب من الصيدليه، بس اوقات بيكون الاسعار مبالغ فيها، فلو هنجيبها من مكان تاني مفيش مشكله، بس اتاكد ان هي حاجه اصليه متقفله متبرشمه مفيش اي مجال ان هي ممكن تتقلد او تتغش، سواء الكريمات سواء الدايبر سواء العنايه المقص والاصاف والحاجات دي، المشط الفرشه، اتاكد ان هم بس اصليين مش متقلدين مش مفتوشين مش مفتوحه العلبه مش اي حاجه زي كده، ومفيش مشكله ان انا اجيبها من اي مكان تاني لو سعره ارخص من الصيدليات. وبس كده يا رب تكونوا استفدتوا. المره الجايه هتكلم عن مستلزمات البيبي وقعدتها بالظبط والكميات اللي نجيبها وايه الانواع بالظبط اللي نجيبها. دمتم اشطر المهندس.